اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا صباح الفل ويا صباح الهنا ويا صباح الياسمين. نهاركم ان شاء الله منور بذكر الرحمن وبالصلاه على الحبيب المصطفى. النهارده ان شاء الله معانا هنعمل مع بعض كفته سهله وسريعه وموفره وجميله جدا جدا جدا. انا في الاول كده جبت رغيف عيش من اللي هو رغيف العيش بتاع الطابونه العادي ده، حطيته في ميه عشان عايزاه يخمر خالص خالص. وجبت الكبه بتاعتي حطيت فيها قرن فلفل حامي، قرن واحد بس عشان ما يقلبش معايا حواوشي، وبصلتين وسط، وشويه كده من الكزبره، وهحطهم افرمهم ناعم جدا جدا. او لو تعرفي تبشري البصل وبشريه، بس انا قلت كده هستعمل الكبه فحطيتها. هنا اللحمه بتاعتي انا كنت جايبه اللحمه وحاطه كل ربع كيلو في كيسه كده ومبططاه علشان ما ياخدش معايا مساحه في الفريزر. تمام. هحط بقى هنا اللحمه على على البصل، على الفلفل، على الكزبره، على العيش. هجيب كمان بضايه احطها كده في بوله لوحدها بره عشان ما نتفاجئش باي مفاجآت قشره ولا تكون البيضه فاسده. وكمان هنجيب كيس من اللي هو الماجي بتاع بهارات الكفته ده. الكيس دوت يا دوبك على نص كيلو، كان 100 وما حطيتش اي ملح، وحطيت شويه بابريكا وشويه من الفلفل الاسود. ما تحطيش ملح لان هو يا دوبك الكيس اللي احنا جايبينه ده على نص كيلو بيبقى ملحه مظبوط جدا. طبعا هقعد اقلب فيها شويه كده يمين وشمال لحد ما توصل معايا وتبقى مسمغه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تدي معاكي العروق والانسجه اللي بتبقى في اللحمه دي. طبعا ما عندكيش كبه بايدك عادي هتفضلي تعجني فيها لمده 10 دقايق لحد ما تديكي التسميغه اللي احنا عايزينها دي. طبعا انا كنت قسمتها مع مرتين على الكبه علشان كانت الكبه مش قادره عليها كلها يعني. طبعا لازم ادخلها التلاجة او الفريزر قبل ما اشتغل نص ساعه على الاقل علشان تشمع معايا. هنا على ما تشمع معايا هجهز بقى انا ايه الحاجات بتاعت الحبكشكنات اللي بتتعمل جنب ايه الكفته. يعني احنا جهزنا اللحمه وهندخلها التلاجة او الفريزر تشمع على ما نجهز بقيه الحاجات. انا جبت هنا بصلايه وسط هحطها، دي الفرشه اللي انا هفرش عليها الكفته بعد ما تستوي. جبت شويه برضو من الكزبره او البقدونس وهقطعهم برضو تقطيع عشوائي كده. وهجيب بقى هنا البصل بتاعي، كان عندي سماق اخويا جابهولي من العريش، ربنا يا رب ما يحرمني منه ولا من ما جايبه. فهقطع دعكت كده البصله بالسماق. جماعه كانت مديه طعم وريحه تحفه. وهقلب بقى الميكس ده كده، وكده الطبق بتاع الفرشه بتاعت الكفته بتاعتي جاهز. هعمل بقى شويه سلطه مطاعم يا جماعه، شغل فاخر من الاخر. انا بجيب هنا بقطع الطماطم بترنشات عريضه، زي ما بابا، دي طريقه السلطه بتاعت بابايا، ربنا يديله الصحة يا رب ما يحرمنيش منه ابدا ويشفي امي، اللهم امين. ادعوا لامي ومرضى المسلمين اجمعين بالشفاء. هجيب بقى بصلايه برضو، جبت خيرايه وطماطمايه وبصل، لازم بصل في السلطه بتاعت الكفته، وقرن فلفل يكون حامي عشان نعمل الميه بتاعت المحلات بتاعت الكفته. ايوه. وكمان هنعصر ليمونه، عايزه تكتري ليمون كتري ليمون، بس انا على قد يعني انا عامله طبق سلطه على قد انا وجوزي. حطيت هنا شويه برضو كزبره، وهحط رشه من الفلفل الاسود بسيطه وشويه ملح لا اكتر ولا اقل، وكمان شويه خل. وهجيب شويه ميه، وعلشان تديني بقى الطعم بتاع المحلات بديها تقليبه بايدي كده واتك على الطماطم كده بايديا بطراطيف صوابعي كده علشان تنزل كل العصاره بتاعتها. هتقولي لي ايه ده يا مش عارفه ايه، والله العظيم في المحلات بيعملوها بايديهم وبتشربوها وبتاكلوها بيبقى قلبكم زي العسل. تمام. مش لابسه جلافز ليه؟ انا بشتغل بايدي يا جماعه، ايدي طول النهار بتتغسل. جبت بقى هنعمل دلوقتي طحينه، احط شويه طحينه وشويه فلفل اسود وشويه خل وشويه ملح وعصره ليمونه. وهزودها طبعا ميه، اديها بس تقليبه كده لحد ما القوام بتاعها يبدا يتقل زي ما انتم شايفين كده. وهبدا اديها ميه لحد ما توصل للقوام بتاعي اللي انا حباه. انا بحبها تقيله شويه كده، ما بحبهاش خفيفه قوي وصايصه، لا بالشكل ده يا سيدي. حطولي لايك بقى يا جماعه، شغل فاخر من الاخر. بعد كده هجيب الصينيه بتاعتي، اي صينيه، صينيه صاج، تيفال، سيراميك، المونيوم، اي حاجه. جبت بقى هنا العيدان اللي هي بتاعت الشيش طاووق دي المفروض. بقطع السيخ ل3 عشان ما يبقاش كبير قوي كده كده الصينيه بتاعتي مش هتاخده. اجيب بقى هنا شويه زيت احطهم في بوله كده، وامسك بقى يعوز ايدي من الزيت ده واسمغها بقى بايدي كده. ايوه بالشكل كده. طبعا يا جماعه انتوا لو هتشوها على الفحم دي مش هتنفع على الفحم خالص، لان طريقه الفحم ليها طريقه تانية خالص. فان شاء الله في يوم تاني اكون بشوي فيها فراخ او هوشويها على الفحم انزل لكم الفيديو بتاعها باذن الله. هنا طبعا بتقعدي تلفي بقى كده يمين وشمال وتقفلي الاطراف كويس.
بس كده. انا فاضل هنا شويه لحمه كمان هحط عليهم وادخلهم الفريزر ليوم تاني. هشغل بقى هنا النار، انا سويتها على البوتاجاز، ممكن تدخليها الفرن على رف اوسط تكون شغاله من تحت وكمان مشغله الشوايه، والاتنين شغالين مع بعض، هتديكي برضو النتيجه حلوه وجميله جدا. بس انا هنا عايزه اقول لكم انا كنت خلاص بسوي فيها وكان قرآن المغرب شغال. حطيت هنا شويه الزيت اللي كانوا فضلوا مني يا دوبك على ما لونها بدأ يغير. جبت هنا شويه من الصوص الحار اللي هو الهوت صوص ده، وشويه من الكاتشب وعليهم شويه من الزيت، وادهن بقى ايه بيها، واديها بقى ايه تحريكه كده يمين وشمال. بعد ما بتتحمر معايا بتكون مسكت نفسها. عايزه اقول لكم ان هي كانت مقرمشه من بره، ويعني مش طريه من بره لكن جوسي من جوه كده، وكانت تحفه. نقعد بقى نقلب فيها كده بس بالراحه عليها علشان هي لسه ما استوتش. طبعا بنقعد ندير كده في الصينيه يمين وشمال. طبعا انا الصينيه بتاعتي علشان مستطيله فما كانتش لاقيه غطا ليها، فكفيت عليها صينيه ستانلس كده. طبعا كل ما نقلبها كل ما ندهنها بالصوص اللي احنا عاملينه. حطيتها هنا بالصينيه الستانلس زي ما قلت لكم. وهجيب بقى هنا هغرف بقى السلطه بتاعتي. السلطه يا جماعه اقسم بالله طعمها زي بتاعه المحلات بل وانضف، احسن بكتير من المحلات. هنا دي بقى الميه بتاعه السلطه، انا صبه كوبايه واحده عشان جوزي ملوش فيها، انا اللي بحبها الصراحه. وهنا رز بسمتي اللي كان فاضل من الاكله بتاعت امبارح بتاعت المندي، هنرميه؟ لا حرام، ده النص كيلو الرز البسمتي ب35 جنيه، مش هنرمي حاجه يا جماعه. هنا بقى هنرص بقى الكفته بتاعتنا بعد ما استوت. مش قادره اقول لكم يا جماعه جميل. لو عندك بقى فحمايه حطيها في قلبها، في قلب بوله كده وعليهم حته سمنه وغطي عليها، بس انا ما كانش عندي فحمايه. هندي بقى ايه حركاتك يا تكات يا سيدي. الله 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 الله. هنا كان خلاص المغرب هيأذن، كان فاضل دقيقه بالظبط على اذان المغرب. الطحينه والسلطات، اركنوا انتوا بقى على جنب كده الفوانيس الجميله دي. وادي الشوربه الميه بتاعت السلطه. هنصب بقى العصير طبعا، العيش يا سيدي. كمان عايزه اقول لكم ان العصير اللي انا بصبه ده بيوطي لي ضغطي وبخلي دماغي في الضياع، لان الكركديه الساعه بيوطي الضغط، فربنا يشفينا ويعافينا يا رب. الحمد لله. هنا كان المغرب اذن خلاص، ففكره ان احنا ندوق مع بعض ما دقناهاش من زمان. بس كده الفيديو بتاعنا خلص. ما ننساش تحطوا لايك وشير للفيديو دوت وسبسكرايب للقناه عشان عيلتي تكبر بيكم ان شاء الله. واهم حاجه صلوا على الحبيب المصطفى.